دوفونيه المهاجم اللي تقدر تقول عليه كسر القاعدة. في كل عصر من الدوري المصري بنشوف مهاجمين أرقامهم مش بتوصل للعنان، لكن اسمهم بيفضل محفور في ذاكرة الجماهير بسبب تأثيرهم في المباريات الكبيرة. والنهاردة كلامنا عن واحد من أقوى المهاجمين اللي مروا في تاريخ الدوري المصري، الإيفواري فينسنت دوفونيه. يمكن أرقامه كانت عادية بالمقارنة بمهاجمين تانيين، لكن لما تيجي تبص على أدائه في المباريات الكبيرة هتعرف إنك قدام مهاجم مختلف، دايما حاضر قدام الأهلي والزمالك، بيخلق مشاكل لدفاع أي فريق بفضل قوته البدنية وتحركاته اللي كانت بتعمل صداع لأي دفاع. دوفونيه ما كانش مجرد مهاجم صندوق، لأ، كان لاعب بيعرف يحط نفسه في المكان الصح ويقدر يستغل أقل فرص ويحولها لهدف. مهاجم من النوعية اللي بيبان في المواعيد الكبرى، وده اللي خلى جماهير الاهلي والزمالك دايما تتعامل معاه كانه مهاجم سوبر، رغم ان ارقامه كانت اقل من لعيبه كتير في نفس الفتره. بس كان مهاجم شرس جدا. بدأ في ستيلا كلوب الإيفواري ثم إلى أسك موموزا، وقدم مردود قوي جدا مع أسك علشان يجي موسم 2006-2007 ويتعاقد معاه إنبي. ومن وقتها ولمدة 8 مواسم كان كفاية إنه يسيب بصمة، حتى لو أرقامه مش بتتكلم عنه بشكل واضح. اول حاجه كانت واضحه لاي حد بيتفرج عليه كانت قوته البدنيه. ما تعرفش ايه البنيه الجسديه دي، هل ده لعيب كوره اصلا؟ ولكن مهاجم تقيل حرفيا. اي مدافع كان بيتمنى يخلص الماتش من غير ما يدخل في صدام معاه. كان بيعرف يستخدم جسمه بشكل ممتاز، بيحجز المدافع، يستلم الكره تحت ضغط كانه بيلعب لوحده. كمان مهاجم كان عنده حس تهديفي عالي، مش لازم يوصل له 5 فرص علشان يسجل، كفايه فرصه او 2 ويقدر يسجل هدف. ولو رجعت اهدافه قدام الاهلي والزمالك هتلاقي اغلبها من كرات ميته حرفيا، وده اللي بيفرق المهاجم العادي عن المهاجم اللي بيعرف يستغل الفرصه. الغريب في دوفونيه انه رغم ارقامه العاديه الا انه كان دايما متالق قدام الكبار، سجل في الاهلي وسجل في الزمالك وعمل مشاكل لدفاعهم في كل المباريات. يمكن السبب انه كان بيلعب من غير ضغط، او لانه من النوعيه اللي بتحب الماتشات الكبيره وبيحب يظهر وسط النجوم. المشكله انه كان بيلعب في فتره فيها مهاجمين سوبر، فدايما اللاعب اللي بيتالق بعيد عن الاهلي والزمالك بيتنسي بسرعه. بس الحقيقه ان دوفونيه لو كان بيلعب في فريق جماهيري كان زمانه واحد من اشهر الاجانب اللي مروا في تاريخ الدوري المصري. وانا بقول لك رغم ان ارقامه ما كانتش السوبر يعني، ولكن كان مؤثر جدا وكان بيقدم مردود قوي خصوصا في المباريات الكبيره. دوفونيه مع انبي لعب 142 مباراه، سجل 31 هدف وصنع 10. وبعد انبي انتقل للحرس، لعب معاهم موسم واحد فقط، شارك في 32 مباراة، سجل 3 وصنع 3. ولكن رغم الأرقام دي فهو يرتبط معايا بذكريات فعلا حلوة جدا. الخلاصة دوفونيه نموذج للمهاجم اللي مش لازم يكون هداف الدوري علشان يفضل في الذاكرة، لأنه لاعب عارف إمكانياته كويس، بيعرف يستخدمها في الوقت الصح. يمكن أرقامه ما تشفعلوش، لكن اللي اتفرج عليه عارف إنه كان مهاجم كبير فعلا، مهاجم من نوعية الأبطال المجهولين اللي دايما كانوا بيظهروا في الدوري المصري وبيعملوا شغل كبير في صمت، ويستحقوا إننا نفتكرهم لأنها مرتبطة معانا بالذكريات فعلا حلوة. قول لي بقى في الكومنتات تحت ايه اكتر هدف فاكره لدوفونيه، وهل انت بتشوف انه كان يستحق يلعب في نادي كبير ولا لا؟ هستنى الكومنت بتاعك لانه يهمني جدا. ودي كانت تاني حلقات ابطال مجهولين اللي ان شاء الله هنقدمها طوال شهر رمضان. عاوزك تقول لي مين اللاعب اللي تحب نتكلم عنه الحلقات اللي جايه. اتمنى قبل ما تقفل الحلقه يا ريت توحد الله، لا اله الا الله، وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، واوعى تنسى تعمل لايك وفولو للصفحه الرسميه على فيسبوك اللي اسمها طوفان اهلاوي او اللي اسمها اسست. بنتكلم كتير في الكوره هناك وبنتناقش في مواضيع كتير، فخش اعمل لايك وفولو وتابع كل جديد. نتقابل بخير، سلام. Free audio post production by alphonic.com